الناس اللي كيسولوني على هاد الصابلي هذا، فانا كنخدمو بالعقده ديال اللوز. العقده اللي كنخدمو بها حلويات اللوز كامله. كناخذ كيلو ديال اللوز، كنفسخو، كنشفو تقريبا واحد ساعتين ولا 3 سوايع حتى الليله كامله. كندير معاه 400 غرام ديال سكر سنيده وواحد الساشي ديال السكر نسم بالزهر. كنطحنو بطبيعه الحال في المحلات المختصه في الطحين ديال العقده. وفاش كنجيبو للدار كنزيد مع كل كيلو ديال اللوز كنزيد معاه 100 غرام ديال الزبده ومسكه حره. كنخدمو بما زهر، يعني بحال اللي كنخدمو العقده تماما. كناخذ العقده وكندير لها هنا، كنخففها بعد ما كنكون خدمتها، كنخففها بالكونفيتور جاري ديال الحلويات، كونفيتور المشمش كما كتشوفوا كنستفهم. وكنزيد معاه البيض كامل، يعني بالصفار والبياض، والنكهه ديال البرتقال. كنخفف الجهد اللي كيخرج من البوش بهذا الشكل هذا. بالنسبه للدوي فممكن انكم تخدموا بالدوي ديال ام. انا راه جلاليه وخدامه دابا بهذا. ملي نسالي غادي نقول لكم الرقم. صافي ملي بالنسبه للصابلي راه كنطيبوا الطياب كامل، يعني صابلي عادي طايب كله باش ما يبقى لناش خضر. بزاف تيخدموا صابلي وغير تيطيب نص طيبه وتيخرجوه عاد تيبوشي فوق منه. لا، انا كنطيبو طياب كامل. بالنسبه لهاد الصابلي فالثمن ديالو هو 150 درهم للكيلو. فبعد ما كنبوشيه بحال هكا كنبداو من الوسط. المهم انا حاولت غير ندير فيديو قصير. بالنسبه للصابلي راه كنخدم برابعه ديال الزبده مع كاس ونص ديال السكر سنيده تكون مغربله، حيت انا كنخدم بالوراقه ما كنبغيش تجيني شي حبه ولا تقطع لي العجين. وكندير معاه ملعقه ديال الفاني ولا ملعقه ديال الناطا. الفاني بالنسبه للفاني كنخدم بالبودر. وبالنسبه للبيض 2 بيضات كاملين، يعني ماشي بيضه والصفار، بيضه كامله. غادي نعمر البوش ونرجع معاكم. كما قلت لكم بالنسبه للعجينه رابعه ديال الزبده، كاس ونص ديال السكر سنيده مع 2 بيضات، ملعقه ديال الفاني، نص كاس ديال اللوز محمر ومطحون بالقشره ديالو ولا بلا قشره اللي توفر عندكم، قبصه ديال الملح. صافي كنخدموا هاد المكونات مع الدقيق. كتشش الدقيق بزاف لان مخدوم بالزبده سبيسيال. والثمن ديال هاد الصابلي كما قلت لكم 150 درهم للكيلو. غادي بالنسبه لهنا ملي كنطيبو كنسالي، ملي كنبوشيه عفوا كنزينو بلوزه ولا حبه البيستاش اللي توفر، وكندخلو للفران عافيه من الفوق ومن التحت، عافيه متوسطه، ماشي بارده وماشي مجهده بزاف باش ما يتشوطش لينا. خاص العقده تنشف و بحال نسبيا طيب، يقدر يتحمر واحد شويه من الفوق ماشي مشكل. صافي ملي كنخرجوه غادي نحتاجو نديرو واحد التعليكه. كناخذ الناباج والكليكوز كنغليهم مزيان قد كميه متساويه، وكنزيد معاهم الروح ديال عفوا النكهه ديال البرتقال، وكنعمر بها هنا في الوسط باش ملي كيعض الواحد كتجي واحد التعليكه رائعه في الوسط. ما كنديرش الكونفيتور، كاين بزاف اللي كيديروا الكونفيتور، ممكن ديروه تخفوه بالناباج وديروا معاه النكهه كما قلت لكم. صافي وكتخرجوه تخليوه يبرد وكتبودريو عليه اللوز عفوا سكر كلاصي. نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم.